السلام عليكم أعزائي. اليوم راح نحكي عن المقارنة بين طائر المينا والكوكتيل، أيهما أفضل في تربيته داخل البيت. وجه التشابه بين طائر المينا والكوكتيل أو الكروان. واحد، الغراب شو طائر يقول؟ المينا والكوكتيل يستطيعان أن يقلدن الأصوات، ولكن الوصول للتدريب والتعليم يحتاج إلى وقت ومجهود من المربي والمالك. ثانيا، طول عمر طائر المينا والكوكتيل أو الكروان تقريبا مساوي، وماكو أي تفاوت كثير في زمان طول عمر الطائرين. ثلاثة، حجم وطول جسم طائر المينا والكوكتيل تقريبا مساوي، ونستطيع أن نستعمل نفس نوعية القفص لكل الطائرين. أربعة، إلى المربي هذا الطائرين يربي هذا الطائرين بصورة مفردة، يعني واحد وبدون زوج في البيت، التعلق والتعاون الطائرين يكون كلش قوي بصاحب ومالك الطائر. ثانيا، راح نحكي عن وجه الاختلاف بين الطائر المينا والكوكتيل. واحد، في تقليد الأصوات وقدرة التكلم طائر المينا يكون أفضل من الكوكتيل، وطائر المينا يستطيع أن يتعلم أسرع وينطق أكثر كلمات من الكوكتيل أو الكروان. الكوكتيل يستطيع بصورة محدودة وقليلة أن يقلد الأصوات، ولكن له استعداد عالية في التصفير وأن يصافر. ثانيا، طائر المينا طائر وحشي وله غرائز وحشية، ويكون أكثر عدوانيا من الكوكتيل، ويجب عزله عن باقي طيور الزينة، لأن وجوده مع باقي طيور الزينة راح يؤذيهن ويقتلهن. ولكن طائر الكوكتيل طائر هادئ ومسالم وبسرعة يتروض. طائر المينا طائر جسر وحرك وله أصوات أعلى من الكوكتيل. ثالثا، طائر المينا بسبب شراء جسمه تغذيته تكون خاصة، وما يستطيع أن يأكل بذور، ويجب إعطائه الفواكه والخضروات والمواد التي تحتوي على الحديد وفيتامين سي بصورة قليلة، لأن كثرة الحديد وفيتامين سي في جسم طائر المينا راح يولد التهاب الكبد عند طائر المينا ويقتل طائر المينا. لكن الكوكتيل يستطيع أن يأكل البذور والفواكه والخضروات. رابعا، طائر الكوكتيل يجب أن يعيش بصورة زوج لأنه أكثر عاطفيا، ولكن طائر المينا يستطيع أن تربوه مفرده وبدون زوج. خامسا، كوكتيل أنت لا تستطيع أن تتكلم، لكن أنت طائر المينا تستطيع أن تتكلم وتقلد الأصوات وأن تحكي مثل الإنسان. سادسا، طائر المينا أذكى من الكوكتيل وله قدرة أكثر على التعليم والتدريب والتقليد ونطق الكلمات. سابعا، شكل جسم الكوكتيل يكون أجمل من طائر المينا، وفصائل الكوكتيل لها أنواع متنوعة وجميلة، وذكاء تقريبا مساوي، وأكثر اختلافه هو في اللون وظاهر طائر الكوكتيل. ثامنا، طريقة تكاثر التزاوج الكوكتيل تكون أسهل من طائر المينا. تزاوج الكوكتيل يحتاج إلى قفص، ولكن لأجل تزاوج المينا يحتاج إلى أقفاص كبيرة وسلاكات. ولا تنسوا الاشتراك. تحياتي لكم أسرار تربية الطيور.